يا مساء الفل حبايبي ومتابعيني واحلى متابعين في الدنيا. يا مساء الهنا والسعاده على قلوبكم بزياده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رايكم بقى في الجمال دوت؟ ولا تبطليه في الفيجيتار ولا تقليه في الزيت. طريقه جديده وحصريا عند زوزو البانيه بطريقه رائعه وخلطه رائعه وخفيف كده، ولا في زيوت ولا في فيجيتار ولا اي الكلام ده خالص. كملي معايا الفيديو وانت تعرفي عملته ازاي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. انا معايا بصلتين هنا اهوت، فرمتهم جامد ورحت واخده الميه بتاعتهم. انا عايزه الميه بس مش عايزه التفل بتاع البصل. خلاص. طيب هتعملي ايه يا زوزو تاني؟ هناخد حبه صويا صوص اهو، وهنزل عليها كده اهو على ميه البصل. وكمان هاخد حبه دبس الرمان، بس هناخد حبه صغيره بتاع نص معلقه كده مش كتير اهو، بتاع نص معلقه ما تكتريش فيه بس اهو. بص انا يا دوبك كده نص معلقه نزلت على طول. طيب هتحطي ايه يا زوزو تاني؟ اسفه يا جماعه. حطي معلقه كاتشب واقلب بقى وارب جامد قوي الخلطه ديت، الصويا صوص والدبس الرمان وميه البصل ومعلقه الكاتشب. كل بقى التوابل اللي عندك انزلي وبهري الصوص ده، علشان ده اللي هننقع فيه البانيه بتاعنا. هيبقى حاجة عظمة 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 يا جماعة. هحط هنا الأول معلقة سكر كده، هو هقلب. أنا بصراحة يعني المفروض تحطي عسل أبيض أو عسل أسود، ما كانش عندي البديل للسكر على طول معلقة السكر، وتدوبي كويس جدا. طيب بعد كده هتحطي إيه يا زوزو تاني؟ هحط حبة بابريكا اهو، وتدوبي كده اهو البابريكا اهو مع الخلطة اللي احنا حطيناها يا جماعة. وديت حبة جنزبيل بتاع ربع معلقة كده صغيرة اهي. انزلي بكل التوابل. وهنا ده جوز الطيب، هدي بشرتين كده صغننين اهو، ما تكتريش، بس انا مش عايزة اكتر من كده. جوز الطيب بتخلي الطعم حكاية يا جماعة. طيب هنحط ايه يا زوزو تاني؟ انزلي بقى بكل التوابل اللي عندك بقى. هتحطي حبة فلفل اسود اهو معلقة كده حلوة، وتحطي كمان السبع بهارات، انزلي بيهم اهو. وهتحطي ايه يا زوزو تاني؟ قلتلك انزلي بكل التوابل اللي عندك. وهنحط روزماري، وهنحط زعتر. الاكله دي عايزه الحاجات دي يا جماعه. وهنا السبع بهارات رميتهم اهو عليها. وهنا حبه قرفه كده صغننه كده تروح حطاهم، ومعلقه ملح، وتحطي معلقتين ماجي او مكعب ماجي زي ما انت عايزه، حسب ما اللي موجود عندك وفي امكانياتك استخدميه يا قمرايه. وكم ورقه راوله كده اهو، وتقلبي كل اللخبطيطه دي ببعض كده اهو. انا عايزه اقول لكم الصوص ده بيودي البانيه في مكان تاني، اكنك شارياه جاهز من بره. طعمه كان خطير يا جماعه والله العظيم تلاتة. طيب هتحطي ايه تاني يا زوزو؟ حبه توم باودر عندك حطي، حبه بصل باودر عندك حطي، ارمي كل اللي عندك. كمان هجيب الروزماري، حبه كركم وانزلي بيها. الكركم ده مفيد جدا يا جماعه للجسم. يلا يا قمرايه لايك وشير، كملي معايا الفيديو وانت هتشوفي البانيه انا عملته ازاي بطريقه جديده وحصريا عندي على قناتي. متبخليش عليا باللايك والشير، ولو جديده معانا في القناه بالله عليكي فعلي زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وهنا يا جماعه ده روزماري، حطيت حبه كده بتاع نص معلقه، وتحطي كمان حبه زعتر اهو. بفتح بس واحط. وهنا بقى تنزلي بقى بالبانيه. طبعا انا نقعت البانيه بتاعي في المحلول وغسلته كويس جدا، وانزلي بقى بيه في الخلطه الرهيبه ديت. وحطي البانيه بتاعك، ومش اقل من ساعتين او ساعه ونص يتحط في التلاجة عشان يتشرب من الصوص اللي احنا عملناه دوت والخلطه الرائعه ديت اهو. بعد ما هنزل بالبانيه بتاعي كله، ورقة استريتش او كيس نايلون او غطا حلة، اي حاجة عندك في متناول ايدك غطي بيها البولة بتاعتك ودخليها التلاجة مش اقل من ساعة ونص او ساعتين يا جماعة اهو. اهو هنزل انا كل اللي معايا ده نص كيلو بانيه، كل اللي معايا نص كيلو بانيه، وانت بقى يعني حسب الكمية اللي انت هتعمليها براحتك. لو هتعملي اكتر تزودي الصوص ده شوية. خلاص. طيب بعد كده هجيب
كيس نايلون، انا كسلت بصراحه اجيب الاسترتش راب، ورحت كيس نايلون كده، وهتفرجيه على البوله بتاعتك، بس نغطس كده ايه الصوص دوت يغطي البانيه بتاعنا يا جماعه عشان يتشرب منه. طريقه جديده بقى، وجددي لولادك، ما تبقيش روتين على طول كده واحد. يلا نعمل بانيه هوب فيجيتار ونقليه في الزيت ونحمر بطاطس جنبه او مكرونه. لا، جددي جددي عشان ولادك يحبوا الاكل. ويعني احنا كمان بنحب نجدد، التجديد حلو يا جماعه في كل حاجه. وهنا هجيب كيس اهو، واروح حطاه في قلب التلاجة مش اقل من ساعة او ساعتين. تعمليه قبل الغدا كده بساعتين عشان يتشرب من التتبيلة بتاعته. وبعد كده هجيب الطاسة بتاعتي وانزلي بمعلقة سمنة بقى. عايزة اقولك بتوديها في مكان تاني بقى السمنة البلدي. بس معلقة سمنة وانزلي بقى بالبانيه بتاعك كده اهو، وروحي رصة جنب بعضه بقى. طبعا تسيبي السمنة تتقجح كده، وتعلي عليه شويه عشان ما يبكش ميه منه جامد. وبعد كده لما يبتدي يخش في سوا وطي عليه بقى براحتك. اهو هرصه جنب بعضه كده عشان احط اكبر كميه. والله كان خفيف وتحفه. وممكن بقى تعملي جنبه شويه رز ابيض، تعملي جنبه شويه رز بسمتي، شويه مكرونه، براحتكم خالص، دي حسب راحتكم انتوا، حسب الحاجه اللي بتحبوها. اهو رصيت بقى رصة الايه البانيه بتاعتي، وانا معليه. بعد كده هوت لما الميه دي تتشرب والصوص ده يتشرب شويه، بس الاول بعد ما رصيت كده هنزل بالصوص اللي عندي عليها من فوقها كده. انا عايزه اقول لكم الصوص ده كان رهيب يا جماعه، عجب ولادي جدا. كنت عامله جنب الاكله دي مكرونه يا جماعه، بس طبعا البانيه هو اللي كان الفيديو الاساسي بتاعنا والرئيسي. اهو يا امرايا، يلا حبيبه قلبي، شايفاكي يلا قاعده وناسيه اللايك بتاعي. اوعي تنسي اللايك بتاعي. يلا حبايبي سمعوني صلاه النبي في الكومنتات كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طول ما انت قاعده زيدي النبي صلاه كده، ربنا يبارك حياتنا كلها ان شاء الله. او تخيرت كده ورحت حاطه تاني، ووطي بقى عليه علشان يتشرب من الصوص بتاعه ده. عايزه اقول لكم كان طعمه حكايه يا جماعه، كان طعمه خطير. اهو بعد كده بوطي عليه بقى واسيبه لما يتشرب في الصوص بتاعه ده خالص. اهو واروح طلعاه بقى على طبق ورصاه كده مع شويه المكرونه او رز البسمتي او رز ابيض. بتبقى وجبة خطيرة خطيرة خطيرة، واسمك جددتي لولادك وغيرت لهم مش روتين البانيه بالفيجيتار والزيت، لأ. وهنا كان أحلى يا جماعة بانيه بالصوص، كان تحفة تحفة تحفة. جربي، والحياة تجارب، ودينا بنتعلم من بعض كلنا. انت هتعملي حاجة تعجبني انا هعملها، انا هعمل حاجة تعجبك انت هتعمليها. يلا يا امرايا لايك وشير، ولو جديدة معانا في القناة فعلي زر الجرس علشان يجيلك كل جديد من زوزو يا قلبي زوزو. متستخسريش فيا اللايك، اللايك مش بيعمل لك حاجة، بل بيرفع من نسبة المشاهدات. امي بسرعة ما تكسريش، الوصفة رائعة وسهلة جدا، وهتخلي ولادك ياكلوا بنفس مفتوحة، وانت كمان هتاكلي بنفس مفتوحة. يلا حبيبة قلبي لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.